عمرك سمعت عن جريدة اتسمت على اسم حمارة؟ أيوة، زي ما انت سمعت كده، جريدة حمارة منيتي. جريدة ظهرت في وقت كانت فيه الصحافة صوت الملوك والساسة. ظهرت الجريدة دي وخلت الناس تضحك وتستغرب، اسمها لوحده كان كفاية انه يشدك من أول لحظة. جريدة حمارة منيتي ده جورنال ساخر وغريب، بس فيه حكاية حب وسخرية ونقد وتمرد على الواقع. تعالوا نعرف مع بعض ايه حكاية الجريدة دي وليه اتسمت على اسم حمارة. بس قبل ما نعرف كل القصة، يلا نذكر الله ونصلي على الرسول. حمارة منيتي دي جريدة صدرت في عام 1900 في عهد الخديوي عباس، واللي أصدر الجريدة دي شخص اسمه محمد أفندي توفيق، والشخص ده كان ضابط في الجيش المصري، بس تم فصله بسبب إهماله وانشغاله بالشعر والأدب عن حياته العسكرية. والجريدة دي كانت بتصدر أسبوعيا، وتحت العنوان الرئيسي للجريدة محمد أفندي توفيق كان بيشرح الجريدة دي وبيقول عليها جريدة هزلية فكاهية شقلباظية وأحيانا أدبية سياسية انتقادية حلنجية. جريدة أسبوعية تمن النسخة قرش ساغ واحد، وكان الاشتراك السنوي للجريدة دي بمبلغ 30 قرش. الجريدة دي كانت بتنتقد الأحداث بطريقة هزلية، ومحمد أفندي توفيق ابتكر بعض الشخصيات علشان يوقع مقالاته بالأسماء دي، زي السيد عزاب وميلوس أفندي وعم كبريت. وكان بيصف جريدته وبيقول ورقها شناوي وحبرها قطاوي وجنسها حصاوي وكلامها من عند الحاوي، ما يقرأها إلا الغندور ولا يحملها إلا البعرور. الجريدة كلها على بعضها في الوقت ده كانت مختلفة وغريبة. أكيد هتسألوا عن اسم الجريدة حمارة منيتي، والاسم ده جه منين؟ أنا بقى هقول لكم كل القصة. محمد أفندي توفيق صاحب المجلة كان شخص من أسرة ميسورة الحال، ومحمد توفيق كان بيحب بنت من بلدهم، وحبيبته دي كانت دايما بتقابله في مواعيد غرامية، ولما كانت بتروح تقابله كانت بتروح له وهي راكبة على حمارة، والحمارة دي كانت بتزينها في أجمل صورة، فكان دايما محمد توفيق بيغازل الحمارة وبيلعبها. فمن هنا بقى محمد توفيق قرر إنه يسمي الجريدة بتاعته حمارة منيتي، ومنيتي يعني محبوبتي، يعني حمارة محبوبتي. الله يرحمه بقى، كان باين عليه شخص رومانسي. ومحتوى الجريدة دي كان لاذع، لأن الجريدة ما كانتش بتسيب أي حد مشهور إلا وتتكلم عنه بطريقة ساخرة ونقد لاذع، والسبب ده خلى الحكومة توقف إصدار الجريدة في عام 1903. ولكن محمد أفندي توفيق لجأ للقناصل الأجنبية اللي كانت بتربطه بيها علاقة قوية، وبالفعل محاولاته دي نجحت وتم إصدار حكم قضائي بعودة الجريدة مرة تانية. الناس في الوقت ده حبوا الجريدة دي جدا، وكانوا بيبقوا مبهورين ومصدومين من الكلام اللي بيتكتب فيها. والجريدة دي استمرت في النشر لحد عام 1908.